هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، متابعي ذات إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهلي البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 28 من مايو. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعين الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، وعقب نشرتنا الإخبارية نقدم لكم حلقة خاصة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، نخصص الجزء الأول منها لتناول الذكرى 30 لاستغلال إريتريا، أما الجزء الثاني فنخصصه لتداعيات العقوبات الأمريكية وبيان الرئيس الأمريكي حول الأوضاع في إثيوبيا. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الرئيس الأمريكي يدعو إلى انسحاب فوري للقوات الإريترية ودعم التوصل لمصالحة في إثيوبيا. جولة مفاوضات سودانية جديدة في جوبا. مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقول أن ضربات إسرائيل لغزة قد ترقى إلى جرائم حرب. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. في بيان له يوم الأربعاء الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن القوات الإريترية وميليشيات الأمهرة يجب أن تنسحب من إقليم تيغراي، ويجب وقف الانتهاكات والعمل على وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين بسبب مخاوف من مجاعة شاملة، ودعا كل الأطراف إلى وقف إطلاق النار والعمل على الصلح. جاء تصريح الرئيس الأمريكي بعد 3 أيام من إعلان الخارجية الأمريكية فرض قيود سفر وتأشيرات على مسؤولين إريتريين أو إثيوبيين أو من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أو من ميليشيات الأمهرة ممن يعملون على إدامة أمد الصراع في الإقليم الشمالي لإثيوبيا. للمزيد مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام حول هذا الموضوع، تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. بدأت في جوبا عاصمة جنوب السودان يوم الأربعاء جولة محادثات السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وتأتي هذه الجولة بعد توقيع اتفاق المبادئ بين الحركة والحكومة، والذي نص على فصل الدين عن الدولة واتفاقا جانبيا لوقف إطلاق النار. وتركزت هذه الجولة من المفاوضات على قضايا سياسية واقتصادية وإنسانية وأمنية. وحضر جلسة استئناف المفاوضات في جوبا رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وحضر رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميرديت الذي يتوسط في هذه المفاوضات الجانبين على تبني روح التعاون والحوار وتحويل اهتمامهما إلى السلام بدلا من التفكير في الحرب. وقبل بدء الجلسة صدحت حناجر مئات النساء والرجال والشباب السودانيين ومعظمهم من جبال النوبة في جنوب كردفان، وهي منطقة شهدت اشتباكات دامية في السنوات الأخيرة بأغاني تمجد الحرية. وقال عبد العزيز الحلو: نؤكد التزامنا بتسوية سلمية وبالمفاوضات وبآليات لحل الأسباب الجذرية للصراع في السودان. من جهته قال البرهان أن وفد الخرطوم جاء إلى المفاوضات هذه المرة بقلب مفتوح وعازم على تحقيق سلام للسودان يكمل ما بدأ في الاتفاقات السابقة. أما المبعوث الخاص للولايات المتحدة للسودان وجنوب السودان دونالد بوث فدعا من جانبه الجانبين إلى إظهار الإرادة السياسية للبناء على الزخم الذي وفره إعلان المبادئ من أجل التوصل إلى اتفاق سلام في المستقبل القريب. من ناحية أخرى أظهرت صور من جوبا لقاء بين رئيس الوزراء السوداني وعبد الواحد محمد نور رئيس جماعة حركة تحرير السودان. قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشلي أن الضربات الإسرائيلية على غزة تثير قلقا عميقا إزاء التزامها بالقانون الدولي، وإن تبين أنها لم تكن متناسبة فقد تمثل جرائم حرب. وقالت باشليت التي افتتحت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنها لم ترى أي دليل على أن المباني المدنية في غزة والتي دمرتها الضربات الإسرائيلية تستخدم لأغراض عسكرية. وشددت على أنه إذا تبين أن مثل هذه الهجمات غير متناسبة فقد يشكل ذلك جرائم حرب. استمعتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة إخبارية من إذاعة إرنا، وهذا التذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا.
الرئيس الأمريكي يدعو إلى انسحاب فوري للقوات الإريترية ودعم التوصل لمصالحة شاملة في إثيوبيا. جولة مفاوضات سودانية جديدة في جوبا. مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقول أن ضربات إسرائيل لغزة قد ترقى إلى جرائم حرب. استمعتم فيما مضى مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرنا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إرنا. المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. نخصص الجزء الأول منها لتناول فرحة وشجون الاحتفال بعيد الاستغلال 30 بين 30 عاما من الاستغلال والاستبداد. في الجزء الثاني نسلط معكم الضوء على العقوبات الأمريكية على الضالعين في حرب تيغراي ومدى تأثيرها على كل من إثيوبيا وإريتريا، ومدى جدواها في وضع حد للصراع الدائري هناك ووقفها لانتهاكات حقوق الإنسان المتفشية في الإقليم. متابعة طيبة أرجوها لكم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. 30 كيفا أو يزيد بين استقلال واستغلال وحرية. كتب فتحي عثمان بمناسبة الذكرى 30 لعيد استغلال إريتريا: 30 كيفا أو يزيد، قدر التساؤل وجرح السؤال. 30 بيضت السوالف وسودت الأرواح. 30 عاجمت عند بعضنا النفس والعود وأنضجت منا الجلود، وتركت بعضنا غضا طري النفس يميل حيث الريح تميل. منحنا الآباء السابقون والأبطال الباقون وبثمن الدم وطنا مستقلا، فاستودعناه مصفدا قفص السجان. وطن مستقل غير حر يستجدي حريته عند موائد اللئام. فكيف؟ وبعض من لجة كيف سؤال عن الحق. كيف نرقص فرحا على أشلاء قتلنا؟ وكيف يسمع المغيب والحبيس وقع رقصاتنا وجلجلة ضحكاتنا وراء ظلمات زنزانته الكئيبة السواد؟ لا نحزن ولا نلعن، لأن لنا صباحا تشرق فيه شمس حريتنا، لا استغلالنا الخديج، وتتم فيه فرحة الاحتفال بعودة اللاجئ والطريد والغائب والشريد. الاستغلال المزدام بالحرية، حينها فقط يحلو الاحتفال وتتم دائرة الكمال، حينها فقط. وأس الكيفيات هو كيف صرنا إلى ما صرنا إليه. كانت رحلتنا في البداية كانطلاق صاروخ خارق السرعة، كلما أوقل في حلكة الفضاء تخلص من جزء من مكوناته. انفصلت قاعدة الدفع فيه بانفصال الشعب، طارت الزعانف منه عندما تمت خيانة الثورة، انفك الصدر عنه عندما دفن القانون، ثم بقيت في ظلمة الفضاء السحيق كبسولة يتيمة بها رائد فضائنا الوحيد، نيرون زماننا العنيد. 30 كيفا أو يزيد، نشوى على جمر نار هادئة يستلذ بالقناع حول دائرتها طاغية زماننا. فكيف بالله كيف؟ جاء الطغيان معتليا صهوة جواد الثورة، وما لبث أن خانها، لأنها كانت على مبدأين لا يطيق أي منهما: حق لتغرير مصير وحياة كريمة، فلا ملكنا مصيرنا ولا عشنا حياة كريمة. الدمار هو الوسيلة والغاية، دمار الإنسان والأسرة والمجتمع، ثم التفرج على أطلال الوطن المهدوم. فماذا يعني أن تشيد وتعبد طريقا من 1000 كيلومتر والإنسان ممنوع من السفر، والتاجر لا يقوى على الترحال بنصف كيس من الملح ليكسب قوت عياله؟ بناء للحيطان وتدمير للإنسان، تدمير ثلاثي الأبعاد: كبت الازدهار الاقتصادي حتى لا يؤدي إلى تغيير مجتمعي، ثم بعده التغير السياسي. يعلم الطاغية بأن التغيير الاقتصادي يخلق تغيرا اجتماعيا، ويؤدي التغير الاجتماعي بدوره حتما إلى توسعة المعون السياسي قانونا وممارسة. التغييران السابقان يشقان الطريق شقا نحو التغيير الثالث الذي لا محالة صائر إلى التحقق بعدهما،
خنق التغيير تم بمكر شيطان مريد بمنع عودة اللاجئين ووضع قيود وسلاسل ما يسمى بالخدمة الوطنية وتكميم الأيدي والأفواه والرمي في السجون، ثم الدخول في حرب إثر حرب ومصادرة الحقوق، وأخيرا التهجير ليكمل ثالثة الأثافي. كل ذلك تدمير محسوب ومدروس ومخطط له، ومن يظن غير ذلك فليراجع تفكيره واستقرائه. كل ذلك يضع الوطن على شفير الفقدان المؤكد تماما كما أحرق نيرون روما ذات يوم. وكل ذلك أيضا يجعل الرقص على أوتار استغلال ناقص عارا وشنعرا، لأننا في غيابة الرقص نضيع النصف المتبقي من الوطن، هذا الوطن الذي آل الطاقية على نفسه تسليم مقاليده لقياد الخراب. حربنا مع نيرون زماننا هذا هي حرب بالوطن وللوطن، وهي ليست حرب تسييس ولا تلبيس، بل هي حرب وجود أو عدم، لأننا لا نحاربه هو فقط، بل نحاربه فكرة الطغيان تحت أي اسم جاءت، حتى لا يتجرع أطفالنا الدم بدل الحليب على يد خلفائه من الطغاة الضالين والمضلين، وحتى لا تجرفنا مظاهر السيادة البائسة من أعلام وإشارات وشكل دولة العدم، فالسيادة هي حكم الشعب وبيد الشعب ومن أجل الشعب، وأي سيادة غير ذلك هي سراب يحسبه الظمآن ماء. حربنا هي حرب شرعية بديلة تقودها سيادة الشعب والقانون، الواجب فيها هو إلباس البلاد زي شرعية شعبية جديدة لا تعرى بعده أبدا. 30 حولا لو وقفنا عندها نلعق جراحنا لما رفعنا الأحداق نحو السماء أملا أو الأكف دعاء. 30 سوداء استطال فيها العذاب وشابت لهولها الغربان، ونحن نحيا نصف حياة ونأمل نصف أمل. 30 شل فيها الخوف إرادتنا، هذا الخوف الذي ننكره ونخجل منه هو الخوف الذي نتسول به، بما في ذلك كاتب هذه السطور، نتسول به اللجوء في المنافي ونحكي للمحامين والمحققين كيف أننا هربنا من الموت ومن الخوف صادقين مرة وكاذبين مرات. نبحث تحت عدل الآخرين عن حماية من الخوف والظل الظليل، فيظهر لنا بؤسنا المكتوب عند خفوت أنة الوطن من الأسماع والقلوب والذاكرة، فبئس الطالب والمطلوب. مهلا، دعونا لا نكابر أو نخاتل، نحن لا نرتجف من العسس فقط، بل نحن نخاف حتى من ظلالنا التي تتبعنا، ونخاف من أحلامنا الحبيسة في أقفاص الصدور. ومنذ الأزل الفجر فجران، فجر تشرق شمسه علينا ونحن جثث هامدة لا حول لها ولا قوة، وفجر نحفر فيه الجدران لتغتسل البلاد بضوئه الجديد، ولنا إن تجرأنا حق الاختيار، فهناك شعب وأرض في انتظار. وفي زمن تطايرت فيه النوائب والجوائح كالشهب، قد لا أهنأ بحضور فجر العيد، ولكن ليس هناك ما يمنعني من التغني به والتبشير به، وأن أكون من صناعه اليوم لينعم به الآخرين غدا. ودمتم والبلاد بخير، والمجد والسؤدد لأولنا وآخرنا وحينا وميتنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. عندما نتحدث عن استغلال بلادنا فإننا نستذكر سيول الدماء الهادرة من أبطال وبطلات هذا الشعب المغوار، والذين قدموا أنفسهم وأجسادهم غرابين في سبيل الحرية والشموخ، ونذكر معهم ضحايا المجازر البشعة التي حفظها التاريخ كدليل على بربرية الأعداء وصمود الشعب، ونذكر كذلك بالسجناء والجرحى واللاجئين والمشردين الذين هربوا من الموت ليواجهوا عنة الحياة وحيدين منكسرين، لا زالوا بعد 30 عاما يحلمون بوطنهم الذي فارقوه والأجيال التي ولدت وشبت في المهاجر والمنافي. ونقف بإجلال وصمت أمام كل شهيد وكل معاناة، ونفرح بأننا أصبحنا أصحاب بلاد كسائر بلاد الله، ونحزن لأننا بلادنا لم تشبه البلدان ولا تشبه من قريب أو بعيد حلم الذين ضحوا من أجلها. هذه إذاعة إرينا. وبعد 30 عاما نقف لنسأل:
هل ضحى من ضحى من أجل إريتريا التي نراها اليوم، التي يحكمها رجل واحد وعصابة طوع بنانه، أو إريتريا التي يقبع الشرفاء من أبنائها وبناتها وراء جدران الزنازين أو تحت الأرض، أو إريتريا التي يموت شبابها وشاباتها في الصحاري والبحار ويباعون ويشترون برماد الفلوس، أم إريتريا التي يموت أبنائها وبناتها يوما بعد يوم في المحيطات والبحار؟ هل هذه إريتريا التي استشهد من أجلها الشهداء وعانى من أجلها الشرفاء؟ إنها ليست من قريب ولا من بعيد البلد الذي حلم به أي شهيد أو قعيد. حتما لقد حلموا بمستقبل أفضل لأبنائهم وبناتهم وزوجاتهم، ولكن ليس في إريتريا اليوم التي يزج أبنائها في حرب جديدة تحت وهم الدفاع عن البلاد. إن مرارة الواقع تجعل من طعم الفرح مرا، وتجعل الشرفاء يحملون مشاعر متلبسة ومختلطة بين الحزن الأسود والفرح الباهت. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مرة أخرى نقف أمام معاهدة وعهد جديد لدماء من مضوا ولمستقبل القادمين. هذا العهد هو إكمال ما بدأه أبطال وبطلات إريتريا وشهدائها، والعمل على تحرير البلاد من الظلم والطغيان. هذه 30 هي مفترق الطريق الفاصل بين الماضي الكئيب والمستقبل المرجو المنير. لنقف مع هذه الذكرى الوطنية الكبرى بقلوبنا الحزينة وأعمالنا الواعدة، وعهدنا لآبائنا وأمهاتنا أن نكمل ما بدأوه، وإن لم نفعل فسيكون علينا عار عظيم. وعاشت إريتريا وشعبها، والمجد لشهدائها الأماجد في يوم فخرهم، ويوم التحرير آت لا محالة، وستلبس بلادنا قلائد من نور يوم تحريرها من ربقة الاستبداد. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات الجزء الأول من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وخصصناه لتناول الذكرى 30 لاستغلال بلادنا العزيزة وتجديد العهد والولاء لشهدائنا الأماجد. ننتقل معكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى الجزء الثاني من برنامجكم تعليق على الحدث، والذي نخصصه لتداعيات العقوبات الأمريكية والمطالب الأمريكية حول إنهاء الصراع في شمال إثيوبيا. فابقوا معنا. هذه إذاعة إرينا. عين راصدة. هل تحد العقوبات الأمريكية الأخيرة من انتهاكات حقوق الإنسان في حرب تيغراي؟ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 23 من الشهر الجاري فرض قيود على أي مسؤولين إثيوبيين أو إريتريين أو من ميليشيات الأمهرة أو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لهم علاقة بإطالة أمد الصراع في إقليم تيغراي أو منع وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في الإقليم. توحي هذه العقوبات والتي تعتمد على قوانين الهجرة الأمريكية بأنها قانونية ورادعة، ولكأن الولايات المتحدة بلد لا يعيش المتورطون في حرب تيغراي الجارية الآن بدون زيارته، وهو تصور خاطئ. فعقوبات مثل فرض قيود التأشيرات والتهديد بتجميد الأرصدة لا تعني شيئا بالنسبة لمسؤولي الأمن والجيش الإريتريين الذين لا يزورون الولايات المتحدة إلا نادرا منذ النصف الثاني من التسعينات، وتبدو الولايات المتحدة وكندا من الجهات غير المفضلة للزيارة لهؤلاء المسؤولين، ولذلك لن تعني هذه القيود شيئا يستدعي القلق عند الجانب الإريتري. الأمر يختلف بالنسبة للمسؤولين الإثيوبيين الذين تربط بلادهم علاقة جيدة حتى الآن على الأقل مع الولايات المتحدة. رغم ذلك اعتبرت إثيوبيا القيود الجديدة تدخلا غير محمود في الشأن الداخلي لها، ورفضت التدخل في شؤونها الداخلية. وحسب بيان الخارجية الإثيوبية فإن إثيوبيا هددت بإعادة النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وأن قرار الولايات المتحدة لن يؤثر فقط على العلاقات الثنائية بين البلدين كما قالت إثيوبيا، ولكن سيمضي أبعد من ذلك بحيث يؤثر على مجالات ربما تشير إثيوبيا هنا بصورة مبطنة إلى تعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وإمكانية انسحابها من هذا التعاون. الرئيس الأمريكي قال يوم الأربعاء بأن الانتهاكات في إقليم تيغراي يجب أن تتوقف، ويجب العمل على المصالحة وانسحاب قوات الأمهرة والقوات الإريترية من الإقليم، ويجب كذلك العمل على وصول المساعدات الإنسانية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.
تمثل هذه المرحلة من التصريحات الساخنة نقطة تأزم في العلاقات بين الولايات المتحدة وإثيوبيا، والتي سيصلها المبعوث الخاص جيفري فيلتمان الأسبوع المقبل للتهدئة من توترها. ولكن هل ستؤدي العقوبات إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان في الصراع الراهن؟ إن انتهاكات حقوق الإنسان لن توقفها قيود تأشيرات على مسؤولين لا يغادرون بلدانهم إلا نادرا، ولا تهديدات بتجميد أرصدة غير موجودة أصلا، بل الحل يكمن في العمل على إجراء تحقيقات قانونية شفافة ومستقلة مصحوبة بإرادة سياسية واضحة من أجل التعرف على الجناة من كل الأطراف وتقديمهم للعدالة، حيث تشير انتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين الإريتريين بشكل خاص إلى تورط ميليشيات الأمهارة والقوات الإريترية وكذلك قوات الويانة في التسبب في معاناة كبيرة لهؤلاء اللاجئين، هذا فضلا عن الانتهاكات الجنسية المتفشية والتي أكدها الرئيس الأمريكي في بيانه يوم الأربعاء. انتهاكات حقوق الإنسان في هذا الصراع لا يمكن حلها عبر قوانين الهجرة الأمريكية، بل عن طريق القانون الدولي الإنساني، عبر تحقيقات شفافة ومستقلة ومشتركة تكشف عن الجرائم وتؤدي إلى تقديم الجناة من كل الأطراف إلى المحاسبة والقصاص. هذه إذاعة إرنا. بعد قرار الخارجية الأمريكية ب3 أيام، قال الرئيس الأمريكي في بيان من البيت الأبيض بأن الصراع في إقليم تيغراي يجب أن يتوقف، وأن الانتهاكات الجارية خاصة الانتهاكات الجنسية تثير القلق ويجب إيقافها على الفور، وسحب القوات الإريترية وميليشيات الأمهرة من الإقليم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان لتفادي خطر مجاعة وشيكة. إن كل الأطراف يجب أن تلتزم بوقف إطلاق النار، وحث القادة في إثيوبيا على المصالحة ومراعاة حقوق الإنسان والتعدد في البلاد بما يضمن سلامة الدولة أو الأراضي الإثيوبية. وعرب جو بايدن عن التزام بلاده بمساعدة إثيوبيا لبناء وتنمية العلاقات التاريخية بين الأمتين كما قال، وأكد بأن مبعوثه الخاص جيفري فيلتمان سوف يزور المنطقة الأسبوع المقبل ليتابع تطورات الوضع وسيرفع تقريره له مباشرة. يعتبر تصريح الرئيس الأمريكي المطول نسبيا أول تصريح عالي المستوى بعد قرار الخارجية فرض قيود السفر والتأشيرات. قد يكون هدف التصريح الرئاسي هو توصيل الفكرة، خاصة أن أديس أبابا ردت بكلمات قاسية هددت فيها بإعادة تقييم العلاقات الثنائية مع واشنطن. بالطبع لا تريد الإدارة الأمريكية الدخول في مواجهة مع أحد الحلفاء الإقليميين في المنطقة، وقد تكون زيارة المبعوث الخاص الأسبوع المقبل تهدف إلى تهدئة التوتر في ظل تهديد إثيوبيا بامتداد تأثير القرار الأمريكي الأخير. وكما عودناكم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، فإننا وكالعادة سوف نتناول الزيارة المقبلة للمبعوث الأمريكي عبر الرصد الشامل للزيارة ومخرجاتها، بما يوفر لكم المعلومة والمتابعة اللصيقة للوضع في القرن الأفريقي والذي يلقي بظلال على بلادنا، وهي تدخل العام الأول لها بعد ذكرى 30 لأعياد الاستغلال. فكونوا على مقربة، فنحن على التزامنا بأن نقدم لكم دوما الجديد والمفيد. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام الجزء الثاني من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وخصصناه لتناول تداعيات العقوبات الأمريكية وتصريح الرئيس الأمريكي حول الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيغراي. وقبل نهاية فقرات برنامجنا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. الرئيس الأمريكي يدعو إلى انسحاب فوري للقوات الإريترية ودعم التوصل لمصالحة في إثيوبيا. في بيان له يوم الأربعاء الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن القوات الإريترية وميليشيات الأمهرة يجب أن تنسحب من إقليم تيغراي، ويجب وقف الانتهاكات والعمل على وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين بسبب مخاوف من مجاعة شاملة، ودعا كل الأطراف إلى وقف إطلاق النار والعمل على الصلح. جولة مفاوضات سودانية جديدة في جوبا. بدأت في جوبا يوم الأربعاء الماضي جولة محادثات السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وتأتي هذه الجولة بعد توقيع اتفاق المبادئ بين الحركة والحكومة، والذي نص على فصل الدين عن الدولة واتفاقا جانبيا لوقف إطلاق النار.
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقول أن ضربات إسرائيل لغزة قد ترقى إلى جرائم حرب. قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيلي أن الضربات الإسرائيلية على غزة تثير قلقا عميقا إزاء التزامها بالقانون الدولي، وإن تبين أنها لم تكن متناسبة فقد تمثل جرائم حرب. كان هذا موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام أذكركم دوما أنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي التعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرنا. تقبلوا تحياتي محدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.